السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. تشيز كيك لوتس، إنما إيه ما حصلتش. كل مكوناتها اتعملت في البيت بحرفية وبتكنيك، يعني هيطلعها فلافي كده وطعمها يجنن وأحلى من اللي عملتها معاكم قبل كده. معايا كوبايتين أو 3. حطوا نسبة البسكوت قد ما انتوا بتحبوها، يعني أنا بحب طبقة البسكوت تكون عالية شوية، فحطيت كمية حلوة كده من البسكوت. وبما اني انا اللي عاملة البسكوت في البيت فانا عارفة انه نسبة الزبدة فيه عالية، فما حطيتش على البسكوت المطحون زبدة، اكتفيت بس بشوية سكر وضغطتهم كويس كده. شايفين بيتجمع معايا زي الرملة المبلولة ازاي، مع انه ما عليهوش اي سوائل. وفردته كويس وضغطت عليه ودخلته الفرن. هنا بقى معايا كوباية من الكريمة، كريمة اللباني البودر، وكوباية من اللبن الساقع المتلج. ضربتهم كويس لحد ما بقيت كريم شانتيه كده خفيف وهش وحلو. نزلت عليه بكوباية من الجبنة الكريمي. طبعا دلوقتي احنا بعد المقاطعة ما بنستخدمش اي بريزيدان ولا لافاش كري او اي حاجات من المقاطعة دي. ممكن لبنيتا جبنة مثلثات، ممكن كمان مزارع دينا عاملة كوبايات وعاملة برطمانات كده زي اللي كان معايا دلوقتي ده تحفة. وممكن تعملوا زيه وتعملوا الجبنة في البيت أوفر. يعني كيلو اللبن هيطلع لكم برطمانين من أو برطمان واحد من الجبنة الكريمي دي، فيكون سعره يدوب 25 جنيه. مقارنة بقى بأي سعر تاني مش هتلاقوا السعر ده. دلوقتي أنا حطيت معلقة ونص من الجيلاتين، دوبتهم في شوية مية كده ودخلتهم مايكرويف كمان دابوا. ولما طلعوا نزلتهم على الكريم شانتيه اللي مضاف عليه الجبنة الكريمي، وكمان ضفت عليهم حوالي معلقتين 3 كده من اللوتس، من زبدة اللوتس. طبعا تقدروا تضيفوا كمية زبدة اللوتس لحد كوباية، يعني من نص كوباية لحد كوباية زبدة لوتس قد ما تحبوا. وبرضو زبدة اللوتس دي عملناها في البيت من بسكوت اللوتس برضو اللي عملناه في البيت. وانا كنت عملته معاكم قبل كده، ولو حابين انزل لكم المقادير او حتى اعمله معاكم تاني اكتبوا لي في الكومنتس. بعد كده ضفت لها نص كوبايه من السكر البودره، وكملت ضرب ودقتها طبعا قبل ما اضيف السكر. وبعدين فردتها في الصينيه بعد ما بردت تماما، يعني بعد ما طلعت من الفرن وسبتها بردت البسكوتة. حطيت بقى الجبنة الكريمي ودخلتها التلاجة ليلة كاملة لحد ما جمدت تماما، و10 دقايق كده في الفريزر قبل ما احط عليها زبدة اللوتس. زبدة اللوتس دفيتها شوية صغيرة كده في الميكروويف علشان تنزل تكون هي دافية على التشيز كيك الساقعة تتفرد معايا بسهولة. وبعدين على الاطراف كده حطيت شويه من بسكوت اللوتس المطحون. تمام. حاجه كده سهله سريعه تتعمل في ثواني. كل المكونات عملناها في البيت اوفر بمراحل جدا من انكم تعملوها من بره. وادي بسكوته من بسكوتات اللوتس من غير ما نطحنها، من اللي عملناها في البيت. عايزه اقول لكم الطعم كان فلافي قوي، وفكره اننا نضيف جيلاتين للتشيز كيك بجد حلوه قوي. المره اللي فاتت عملت معاكم انا قبل كده تشيز كيك اللوتس، وما كنتش ضفت. شايفين عاليه ازاي؟ عاليه وقوامها تحفه فلافي كده. الجيلاتين بيدي قوام فظيع كده وكريمي مع التشيز كيك. كنت عملتها معاكم المره اللي فاتت من غير آه ال من غير الجيلاتين، وهي عادة ما بتتعمل من غير الجيلاتين، بس هي كده احلى. احلى بجد، يعني جربوها بالطريقة دي بالمواصفات دي واعملوا كل المقادير في البيت زي ما انا عملتها. لو حابين اسيب لكم لينكات البسكوت ولينك كمان زبدة اللوتس، هما الاتنين فيديو واحد على القناة موجود. اكتبوا لي في الكومنتس وانا ان شاء الله هسيب لكم لينك الفيديو في صندوق الوصف. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تضغطوا لايك، ولو اول مرة بتشوفونا فما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.